أسرة بسيطة بتتنقل في بيت جديد في منطقة معزولة، ولكنهم بيتفاجئوا إن القطة بتاعتهم بتموت، ولأنهم بيحبوها قوي بيقولوا واحد جارهم للأب على مكان معين لو دفن فيه القطة دي هترجع تاني للحياة بطريقة ما. وفعلا ده بيحصل، ولكن القطة لما بترجع مش بتكون على طبيعتها زي قبل ما تموت. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل في العيلة دي، والقطة دي ممكن تكون اتغيرت ازاي. في البداية أحب أقول لك إنك بتتفرج على أقوى قناة تلخيص أفلام أجنبي في مصر. ببساطة كده إحنا بنجيب لك الفيلم الساعة ونص ساعتين في 10 12 دقيقة بطريقة سلسة ومبسطة وسريعة. فلو بتحب النوع ده من الفيديوهات اتأكد إنك عملت اشتراك في القناة، وخد لك كده لفة على الحلقات اللي فاتت وفعل الجرس عشان يجيلك إشعارات بالحلقات اللي جاية. ولو عجبك الفيديو ده مش هوصيك تعمل لايك، لأنه أكبر دعم لنا وأكبر دليل إن الفيديو فعلا عجبك. بيبدأ الفيلم وبنشوف الأسرة دي وهي وصلت لمكان كده، وبنعرف إنهم اشتروا بيت جديد في المكان ده، وبيكون معاهم طفل صغير كده واللي بيتحرك كده قدام البيت، وبيكون موجود قدامه طريق سريع، وبنشوف عربية نقل ضخمة بتتحرك قدامه، وبيتخض عليهم جاره اللي اسمه جود وبيشيله ويبعده عن الطريق، وبتجري عليه أخت الولد الصغير واللي اسمها آيلي، وبيتعرف جود على باقي العيلة، الأب لويس والأم راتشيل، وبتسأله راتشيل على ممر ترابي كده كانت شايفاه، فبيقول لها بغموض كده إن دي قصة طويلة بس هيجي الوقت اللي هحكي لكم عليها. وبيجي الليل وبينادى عمه جود على لويس اللي بنعرف انه بيشتغل دكتور، وبيقول له على موضوع الطريق اللي مراته سألته عليه، وبيقول له انه بيوصل لحاجه اسمها مقبره الحيوانات الاليفه. بيقول له ان الطريق السريع ده بيتسبب في موت قطط وكلاب كتير، وبالتالي اتعملت المقبره دي لدفنهم. وبيجي تاني يوم وبيكون عمه جود واخدهم كلهم يوريهم المقبره دي بنفسهم، وبيقول لهم ان الكلب بتاعه لما مات دفنه هنا. وبالليل بتكون ايلي بتسأل ابوها لما تشيرتش دي القطه بتاعتهم تموت ايه اللي هيحصل، فبيحاول ابوها يطمنها ويقول لها انها لسه هتعيش فتره طويله وما تشغليش بالك بالكلام ده دلوقتي. وبتاخد تشيرتش في حضنها وبتنام. وتاني يوم بيكون لويس رايح شغله عادي، وبيودع راتشيل ومراته والاولاد وبيروح للمستشفى. وهو في المستشفى بيجي عليه حاله طارئه وواحد عمل حادثه ومتشلفط على الاخر، وينيموه قدامه، وبنعرف ان اسمه باسكو. وفي وسط ما بيكون بيحاول يوقف النزيف بتاعه بيتحرك باسكو بسرعه، وبيخاف قوي لويس، وبينادي عليه باسكو باسمه وبيقول له انا هجيلك. وبيكون لويس مش عارف ايه ده وازاي عرف اسمه اصلا. وبالليل والويس نايم بيصحى فجأة وبيشوف باسكو قدامه على باب اوضته في بيته، وبيجيله عند السرير وبيقول له يجي وراه. وبيكون لويس مفكر انه بيحلم، لكن باسكو بيقول له تعالى ورايا، وبيمشي لبره البيت لحد ما بيوصل للممر الترابي اللي كان قالوا عليه مقبرة الحيوانات. وبيقول له باسكو ان هنا مكان ما بيتكلم الاموات، وبيكون لويس لسه مفكر نفسه بيحلم وبيقول انا بس عايز اصحى من الكابوس ده. وبيقول له باسكو اوعى تيجي للمكان ده بطريقة غامضة كده، وبيكون في اصوات وانوار غريبة في المكان. وفجأة بيقع لويس على الارض وبيكون ماسك في بطنه كده، وفجأة بيصحى من النوم وبيكون مبسوط انه كان مجرد حلم، لكنه لما بيكشف عن رجله البطانية كده بيلاقيها متوسخة طين. يعني بيروح لويس لشغله تاني يوم عادي، ولما بيروح بتكون مراته قلقانة عليه ومش عايزة تسيبه في البيت لوحده لأنها رايحة عند أهلها يومين وراجعة هي والعيال. وبعدها بشوية بيكلم عمه جود لويس في التليفون وبيقول له إن في مشكلة، وإنه لقى القطة بتاعتهم ميتة في الجنينة ولازم تيجي حالا. ولما بيروح للويس بيشيلوا القطة في كيس كده عشان ياخدوها يدفنوها، وبيكون مش عايز يقول لآيلي لأنها متعلقة بيها قوي. ولما بيعرف جود كده بيقترح عليه يدفنها في مقبرة الحيوانات، وفعلا بياخدوا القطة وبيروحوا الاتنين للمقبرة. وبيبقى الطريق رخم لكن خلاص قربوا يوصلوا، وبيسمعوا أصوات غريبة حواليهم لكنهم بيكملوا في طريقهم عادي. وبيوصلوا أخيرا للمكان اللي هيدفنوها فيه، وبيكون مكان واسع وفيه دواير شكلها غريب كده. وبيقعد جود في جنب كده وبيقول له خلص انت بقى وانا هستناك هناك. وفعلا بيبدأ لويس الحفر، ولما بيخلصوا بيمشوا من المكان. وبالليل بيحاول لويس يكلم راتشيل واولاده عشان يطمن عليهم لكنهم مش بيردوا عليه. وبيجيله عم جود من عند الشباك وبيقول له ما تعرفش حد اللي حصل امبارح. في الاخر بترد عليه ايلي وبيطمن عليها، وبتسأل على تشيرش القطه بتاعتها لكنه بيقول لها انه ما شافهاش النهارده وما يعرفش هي فين. وبيكلم راتشيل وابنه وبيطمن عليهم وبيقفل الخط. وبالليل شويه وهو قاعد لوحده فجأة بيشوف تشيرش القطه قدامه، وبيكون بتزوم عليه كده وبيخاف قوي لانه دفنها بايده بالليل فازاي يعني. وتاني يوم الصبح بيلاقي تشيرش قدامه وبينادى عليه وبيشيله لكنه بيكون شكله وريحته مقرف. وفجأة بتخربشه القطة في وشه وبتجري. وبيروح لويس لعم جود عشان يحكي له اللي حصل، وبيقول له لويس انه حاسس انه اتجنن، ولكن بيحكي ليه عم جود ان في حد بتاع خردة هو اللي عرفه على المكان ده، وانه لما دفن الكلب بتاعه في المكان ده زمان ظهر بعدها برضه بس كان شكله مختلف ومتوسخ وشرس اكتر من العادي. فبيفهم لويس ان المكان ده فيه حاجة غلط، وبيمشي لبيته بيكون في البانيو كده
كده، وفجأة بيظهر قدامه تشيرش وبيكون بيزوم برضه عليه وبيخاف قوي بعد اللي سمعه من جود. تاني يوم بيروح للمطار عشان يستقبل راتشيل مراته وولاده، واول ما بيقابل ايلي بتقول له انها حلمت ان عربيه خبطت تشيرش، ولما بيروح للبيت بتشوف تشيرش ولكن شكله وريحته بيكون مقرف، وبتسأل ابوها على شامبو للقطط عشان تنضفه. وبنشوف راشيل اللي بتفتكر اختها اللي انتحرت بسبب انها كانت مريضه وبيجي لها كوابيس بسبب الموضوع ده. وبتروح تتكلم مع لويس عن الموت وبتحكي له عن الالم اللي كانت بتحس بيه اختها قبل ما تموت، وانه ابوها وامها سابوها لوحدها معاها وهي كانت بتخاف منها لانها كانت لسه صغيره وشكل اختها كان مرعب بالنسبه للطفل. وبنحس كده ان راشيل تعبانه نفسيا من الموضوع ده، وبيحاول لويس يهديها وبيقول لها احنا جينا هنا واشترينا بيت علشان ما نفكرش في الحاجات الوحشه اللي ممكن تضايقنا تاني. وتاني يوم بيكونوا كلهم بيتغدوا في الجنينه وبيكون معاهم عم جود جارهم، وبيتحرك ابنهم الصغير اللي اسمه غايش ده في الجنينه بس ناحيه الطريق اللي اتفقنا انه طريق سريع وبيتحرك عليه عربيات كتير نقل بسرعه. وبيكون غايش بيلعب باللعبه بتاعته كده وبتطير فجاه على الطريق السريع في نفس الوقت اللي بيكون فيه عربيه نقل كبيره جايه بسرعه على الطريق. بيحاول السواق يتفادى الولد الصغير وفعلا بتتقلب العربيه، لكن للاسف مش بيلحق الولد الصغير وبينهار لويس على ابنه. ويوم العزاء بيتعصب جد الولد على لويس وبيضربه لانه مفكر ان اهماله هو السبب في موته. وبتكون ايلي زعلانه قوي على اخوها، وبيكون لويس بيواسيها وبتقول له ايلي ان انت تقدر ترجعه تاني صح، وده لانها طفله مش فاهمه كويس انه مش هيرجع. وبيدخل لويس الاوضه على راتشيل مراته وبيلاقي تشيرش القطه واقفه عندها وبتزوم كده، واول ما القطه بتشوف لويس بتنط عليه كده، وبيقعد لويس جنب راتشيل يواسيها. ويروح لويس لعمه جود وبيفهم جود ان لويس بيفكر انه ينقل جثه ابنه لمقبره الحيوانات لانه استنتج ان اللي بيدفن في المقبره دي بيرجع تاني للحياه. وبيحكي له عمه جود ان عمره ما حصل واتدفن في المقبره دي اي انسان قبل كده الا حاله واحده بس، والنتيجه كانت بشعه لان الشخص اللي رجع للحياه تاني كان شخص مختلف كليا عن الشخص اللي اتدفن، وكان خطر على كل الاحياء لدرجه انه حرق بيت اهله وهم فيه. وبيحذروا انه يكون بيفكر يعمل كده مع ابنه لان ده هيكون اكبر غلط ممكن يعمله. وتاني يوم بيكون لويس مع مراته وبنتهم وبتقول لهم بنتهم ايلي انها امبارح حلمت حلم غريب وشافت شخص اسمه باسكو وكان بيحاول يأذيها، فبيعرف لويس انها رساله من باسكو ليه علشان يعمل كده. وفعلا تاني يوم بيقرر انه هيروح يطلع ابنه من قبره وينقله لمقبره الحيوانات، وبيشوف باسكو قدامه وبيتاكد انه هيعمل كده. في نفس الوقت بتكون ايلي بيجي لها كوابيس بالليل وبتقول له امها انها بتشوف اشباح وهي نايمه، تقول لها امها ان مفيش حاجه اسمها اشباح واهدي ونامي. وبتدخل راشيل للويس وبيكون شبح باسكو معاه في الاوضه ولكن راشيل مش بتشوفه. ويومها بالليل بيقرر لويس انه هيعمل كده ويبدا يفحر في القبر علشان يطلع جثه ابنه وينقلها في مقبره الحيوانات. وبتكون راشيل راحت عند امها يومين هي وبنتها عشان تهدي اعصابها. وبتكون في الليله دي بتكلم لويس لكنه مش بيرد عليها، فبتكلم عم جود وبتقول له طمنا عليه وحياه امك. وبيشك عم جود ان لويس رايح المقابر علشان يطلع جثه ابنه، وبيبص بالكشاف من بعيد كده لكن بيتدرى لويس ومش بيشوف عم جود. وفعلا بيطلع لويس التابوت اللي فيه ابنه وبيطلع الجثه. في نفس الوقت بتكون راشيل حاسه بحاجه غريبه بتحصل، فبتاخد تاني يوم اول طياره وترجع تاني للويس رغم انه بيكون في عاصفه والطياره بتتاخر، لكنها بتحجز طياره تانية هتتحرك اسرع. وفي الوقت ده بيكون لويس واخد جثه ابنه ورايح بيها عند مقبره الحيوانات، وبيكون بيسمع اصوات وشايف اضواء غريبه ومرعبه، لكنه بيكمل برضه في طريقه. وما بتقدرش راشيل تاخد الطياره التانية المستعجله لانها بتكون ما فيهاش مكان فاضي. وبنرجع تاني للويس اللي لسه بيحاول يدفن ابنه، وبيكون بيجيله تخيلات كده ان عمه جود بيطلع له من اي مكان وبيحذره من اللي بيعمله ده. واخيرا بتقدر راشيل تاخد طياره وبتروح بعربيتها للويس، لكنها بتعمل حادثه وهي في الطريق والعربيه بتعطل منها، وبيطلع لها شبح باسكو بيقول لها انه هيدلها على الطريق. وبتقف راشيل على الطريق وبيجي عليها عربيه نقل كده وبتوقفها علشان ياخدها معاها. وبيروح المشهد لعم جود اللي بيكون في بيته لوحده كالعاده، وبيكون سامع اصوات غريبه في البيت، وبيكون باصص حواليه في كل حته كده وهو خايف، وبيسمع اصوات غريبه من تحت السرير. وبيروح يبص لكنه بيشوف الناحيه الثانيه تشيرش القطه، وبيبص عليها وفجاه بيطلع ايد طفل صغير من تحت السرير وبتقطع شرايين رجله بسكينه. وبنشوف غايج ابن لويس بعد ما رجعت له الحياه تاني لكنه بيكون اتحول لشخص شرير، وبيقف قدام عمه جود كده وبيضربه بالسكينه في وشه. وبيودع الفيلم لحد هنا. وبتوصل راتشيل للبيت وبتدخل تدور على لويس، وبتكون بتتحرك في البيت وهي خايفه كده. بتشوف تشيرش القطه وبتشوف كمان اختها وهي بتقول لها انها هتنتقم منها، لكنها بتفوق بسرعه وتعرف انها كان بيتهيأ لها. وفجاه بتشوف ابنها قدامها وبتاخده بالحضن. وفجاه بنشوف لويس اللي بيصحى من النوم وهو واقع على الارض زي اللطخ كده بسبب كابوس شافه، وبيشوف اغراض راتشيل وبيعرف انها جت.
وبيسمع صوت ابنهم بيضحك، ولما بيطلع بره في الصالة مش بيشوف حاجة وبيرن التليفون، وابو راتشيل بيكون بيطمن عليها وبيقول للويس انه ايلا عايزة تطمن عليكم. وفجأة بيرن التليفون تاني وبيلاقيه ابنه غايج، وبيقول له ان الاول كان بيلعب مع عمه جود ودلوقتي هيروح يلعب مع ماما واخته ايلي. وبيخاف قوي طبعا لويس عليهم. وبيجي المشهد على لويس وهو في الشارع وبيحاول ياخد تشيرش القطة علشان يرميها بعيد، وبيرمي لها حتة لحمة كده عشان يقدر يمسكها، وهو بيشيلها بيكون سامع صوت ابنه بيعيط جوه بيت عمه جود، فبيسيب القطة وبيدخل للبيت يشوف في ايه. ولما بيدخل جوه بيكون في اصوات غريبة بتنادى عليه، وبيكون غايج ابنه بيضحك ضحكة غريبة شريرة كده، ولسه لويس بيدور عليه ومش لاقيه، وبيكون بيتحرك بالراحة وهو خايف كده، وبيدخل اوضة النوم مكان ما طالع الصوت، وبينزل يبص تحت السرير وفجأة بيشوف عمه جود نايم ميت، وبيبص في فتحة في السقف كده، فبينزل عليه غايش بسكينة وبيكون بيحاول يموته بالسكينة اللي معاه. وما تقولش ازاي طفل يقدر يعمل كده، المفروض دلوقتي ان ده مش طفل، ان دي روح شريرة بس هي جوه جسم الطفل ده. المهم بيكون لويس مجهز حقنه مخدره عشان يحقنه بيها، يحقنه لويس بالحقنه في رقبته، وبيعيط الولد الصغير وبيتحرك كده شويه وبعدين بينام مكانه، وبيكون لويس بيرمي بنزين في البيت كله وناوي يولع فيه، وفعلا بيعمل كده. وبنشوف في الاخر لويس وهو شايل جثه راشيل مراته ورايح يوديها لمقبره الحيوانات هي كمان عشان تكون مع ابنهم غايش، وبيروح للبيت وهو قاعد لوحده كده بالليل، وبنشوف رجلين غريبه كده داخله عليه البيت، وبيكون هو عارف انها اكيد هي راشيل بعد ما رجعت للحياه تاني، وبيكون رايح لها يستقبلها لكنها بتمسك في ايديها سكينه، وبنعرف انها موتته ونقلت جثته هو كمان للمقبره عشان يعيشوا كلهم مع بعض بالطريقه دي، ويبقى فاضل منهم بس بنتهم ايلي، واللي اكيد هيعملوا معاها نفس الحكايه عشان يعيشوا كلهم مع بعض في تبات من نبات، وما نعرفش هيجيبوا صبيان وبنات ولا هيجيبوا ايه بقى. قول لي انت يا صديقي ممكن يجيبوا ايه بعد اللي حصل ده. بس كده يا صديقي بيخلص الفيلم لحد هنا، وكل وصل لهنا انتوا اجدع ناس. ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، ولو في اي اقتراحات تحب نعملها احنا بنقرا وبنرد على كل التعليقات. هسيب لك 4 اقتراحات ل4 افلام، لو معاك وقت شوف اللي يعجبك فيهم. وفي الاخر كالعاده ما تنساش اخواتك من دعواتك، وصلي على النبي محمد. سلام.